بتصحى الصبح، تاخد دش، تشرب القهوة بتاعتك، وتنزل تجري بسرعة عشان مع كل 5 دقايق بتأخرهم على الشغل هيتخصم من مرتبك 50 جنيه اللي هو أصلا مرتب 2000 جنيه. وتفتح التليفون بتاعك وانت راكب من ميدان رمسيس لميدان جهينة عشان الطريق بيكون طويل، فتدخل على التيك توك وتلاقي الفيديو ده قدامك. انا قلت بوبي، قلت له بوبي احنا عايزين نطلع انا والشباب اسبوع كده في ذا ادرس هنا. اداني 200K يا بوبي. الأغنياء. بص، قبل ما اتكلم على الأغنياء بتوع التيك توك انا هتكلم على الفقراء. هتطلع بقى تقول لي انا الفقر جميل، الفقر روقان وراحة بال وكل حاجة حلوة. لو انت مثلا فلاح وعندك حتة أرض وقاعد على الكرسي الهزاز دوت وفي ايدك حجر القص تمام، وبتتفرج على المعزتين اللي عندك وهم بيتكاثروا، او لو انت موظف حكومي في ايام السادات الدنيا كانت رخيصه فشخ في الوقت ده. حرفيا كيلو اللحمه كان بنص جنيه، انت متخيل؟ انا لو معايا 15 جنيه اقدر اجيب 30 كيلو لحمه. طبعا المعلومات دي عرفتها من وثائقي سمير وشهير وبهيل لفتره السبعينات. انا فاكر ان انت عشان تركب عربيه محتاج 500 جنيه، انت متخيل الفرق دلوقتي؟ يعني مرتب شهر واحد بس في كول سنتر انجليزي يخليك تنافس احمد ريان ساعتها. ده نوعين الفقراء اللي انا عارفهم الصراحه. لحد هنا كده الفقر كويس، بس في نوع من الفقر انتشر فشخ على السوشيال ميديا الفتره اللي فاتت. تلاقي واحد منزل على النت بوست لواحد كان معدم زمان، طلع بس اتشهر مؤخرا وابتدى الناس كلها عارفاه، تلاقيه منزل صورته وهو راكب عربيه او عايش حياه كويسه او بيعمل حاجه كويسه، بيقول لك انا عرفت دلوقتي انا هحط الشهاده فين. انا بحس ان هو ماسك الشهاده دي ومستعجل، ويعني قاعد واقف كده مستني مين هيتشهر، فاهم؟ واقف كده مستني اتشهر استخدم الفلان، هستخدمها بقى دلوقتي، عرفت دي مكانها فين دلوقتي. انا بس عاوز افهم، يعني انت لما تحط شهاده في تمام، الشهاده اللي انت قعدت 4 سنين ولا 5 سنين عشان تاخدها، هل كده خلاص الفلوس اللي معاها هتجيلك؟ يعني تاجر العربيات اللي باع العربيه الكويسه اللي هو راكبها اول ما يشوفك كده قاعد حاشر هيقول لا يا جدعان بس لا عيب، ما ينفعش كده، خلاص ناولوا لامبورجيني، ناولوا اي حاجه بس الواد اتجنن. اكيد لا، انت هتفضل شحات برضه، هتفضل بتكره الناس على النت. عموما انا معروف فشخ في طبقه الفقراء، فمحدش يجي يقول لي انت ما ينفعش تتكلم على الفقراء وما ينفعش تعمل مش عارف ايه. انا حر تمام، اتكلم على الشعب بتاعي زي ما انا عايز، ما حدش يجي يتدخل بينا، اهل وبنحل مشاكلنا مع بعض. في برضه نوع تاني من البوستات ليه علاقه برضه بالفقراء، اللي هو ينزل لك بوست الواحد المجتمع ظلمه او المجتمع تخاذل معاه ويقول لك ده مش ممثل ولا مغني، فعشان كده هتبخل تعمل له لايك. ايوه هبخل اعمل له لايك، والله ببلاش اليومين دول ولا ايه؟ طبعا اللي منزل بوست ده معتمد ان هو هيجي له كومنتات كتير بقى اللي هو من نوعيه اسوأ حاجه في الدنيا، راجل محترم بجد، انا مش مصدق اللي حصل معاه. ممكن رايكم في رسمتي بالفحم للمصفوع من عمرو دياب؟ عيني والله الراجل بتاع اللي عمرو دياب اداله بالقلم دوت اخد بذنب الشباب اللي كانوا قبل كده، محمد الزبال والناس اللي كانت بتطلع تتشير بنفس الطريقه، وكله كان مستني بقى ان هو يطلع ترند ويطلع يتكلم مع قنوات الاخبار العشوائيه دي اللي ما حدش يعرف ايه ملتها. بس الراجل ما عملش اي حاجه، يعني الراجل ما خلاص ما حد سمع عنه هو اسبوع، هو غالبا عشان صعيدي وجو النت ده ما يجيش معاه فزمانه بيخطط لاغتيال عمرو دياب. في برضه نوع تاني، النوع اللي بجد بكرهه، اللي هو تلاقي امك اللي جايبها لك كوميونتي ده غريب فشخ، انا بكرههم قوي، انا بجد بكرههم. الناس دي اول ما بيشوفوا حد مبسوط في حياته والدنيا لعبه معاه وراكب عربيه كويسه تلاقي امك اللي جايبها لك. ده مبدئيا يعني انا عاوز اعرف ايه المشكله ان امه اللي جايبها له. انا عاوز افهم دلوقتي ايه المشكله لما واحده ست تجيب لابنها عربيه. شاوت اوت يا سيدي لكل الامهات اللي بتشتغل من 9 ل 5 بس عشان يوفروا اللامبورجيني لاولادهم. ايه المشكله في كده؟ انا بشوف دايما الشخص اللي بيعمل حاجه زي كده بيبقى مرتبه 1500 جنيه في السنه، متخيل ان الشغلانه اللي هو فيها دي احسن من ان ابوه يديله كل شهر 15 16 الف جنيه. يعني انت اللي كسلان، روح اتعلم التداول مثلا، اتعلم فريلانسنج، اتعلم تشتغل صاحب شركه، اتعلم اي حاجه يا ابني بدل قعدتك دي. الحكمه بقى ان انت لو مش هتعرف تجري معاه تتقبل ان في عربيه احسن من 128 اللي معاك. ده كله اللي كنت عاوز اقوله في حته الفقراء، واللي مش معناه ان انا بكره الفقراء. ونروح بقى للجزء بتاع الاغنياء. الاغنياء هنا في الفيديو مش اغنياء عاديين، اغنى ناس في مصر بقى بجد. انا عاوز اعرف هم ليه بقوا يعملوا محتوى مؤخرا. يعني انا بعمل سوشيال ميديا عشان ابقى غني، لما هم بيعملوا يعني هم اوريدي اغنياء، هم عايزين يكبروا السوشيال ميديا بتاعتهم ليه بقى؟ انا بس عاوزكم تسيبونا في حالنا ما تقعدوش تطلعوا وتورونا قد ايه انتوا معاكم فلوس، وليه واحد زي دوت معاه عربيه رولز رويس وانا كل يوم في ترسات النقل العام. سيبونا في حالنا بقى، سيبوني في الشيفت بتاع من 9 ل 9 ده. انت كده عارف ان انت تبقى يوتيوبر دي اصعب من ان انت تكون مهندس. المهم انهم بيعملوا محتوى وبيحاولوا بكل الطرق يبينوا ان هم معاهم فلوس، وانا مش عارف الصراحه ايه الحاجه اللي هتعود عليا او ايه الحاجه اللي هحس بيها، سواء ترفيه او ايا يكن او حاجه علميه ايا يكن، لما اشوف حد معاه فلوس. وبعدين انتوا اكيد مش اغنياء لدرجه ان انتوا بتروحوا المصايف بالطيارات. كلمت بابا واداني طيارته الخاصه وجيت على المطار هون برج العرب. انت كداب يا عم، لو انت غني سكان الكيو ار كود ده
سكان الكيو ار كود لو انت غني بجد، انما غير كده انت مكانك موجود معايا في اتوبيسات النقل عادي. سكان الكيو ار كود واثبت لي. الناس الكدابه، الناس كدابه، انت كده كداب، اثبت لي عكس ده. طبعا احنا كلنا عارفين خريطه العالم، هم 1% ماسونيه من سكان العالم، و2% الماسونيه مخليهم اغنياء عشان يبقوا الواجهه بتاعتهم المتحدث الرسمي باسم الماسونيه، 3% سبسكرايبرز عندي، و5% تيك توكرز، و90% بقى البني ادمين العاديين. طبعا الحكمه هنا ان انت اتولدت من ال 3% السبسكرايبرز اللي عندي، فانت شوف قد ايه انت محظوظ عشان اقدر دلوقتي احطم لك نظريات كبيره قوي. الماسونيه مثلا بتقول للناس الاغنياء، يعني عايزاهم ينشروا فكره معينه، فالناس الاغنياء اللي هم 2% دول يروحوا للتيك توكرز يقولوا لهم اعملوا لنا شويه دعايه للفكره المعينه. وطبعا ال 90% لما يلاقوا التيك توكرز بيعملوا حاجه زي كده بيتجننوا، عايزين يشتروا مثلا الفكره دي سواء كانت لوكال براند او ايا يكن. انما ال 3% اللي عاملين لي سبسكرايب بيقفوا يتفرجوا من بعيد. بص على الهطل اللي بيحصل، المسرحيه اللي دايره تحت. ليه بجد كميه الدعايه دي؟ وليه كميه المشاريع اللي بتتفتح بسرعه دي؟ يعني بجد في واحد عنده كل فيديو في مشروع جديد فتح، ليه ما تجيش؟ ليه ما تجيش اللوكال براند بتاع صاحبنا ده؟ في نهايه الجزئيه دي عايز اقول للناس اللي بيعملوا المحتوى ده تلاقيهم اتشهروا فجاه وبقوا مين ستريم وكل الناس عارفاهم، وما تبقاش عارف هم اتشهروا ليه. يعني عندك احمد بسيوني ده، انا مش فاهم بجد هو كان بيعمل ايه عشان يتشهر، ليه بيمثل في مسلسلات كتير، بعدين هو بدا ازاي وفجاه طلع كده، فاهم؟ اسئله كتير بفتحها في الحلقه دي ومش هلاقي لها اجابه. في نوع جديد بقى مستحدث على الشعب المصري وهم اغنياء تويتر، تلاقي كاتب بوست طويل فشخ يقول لك ما ينفعش يا جدعان، حرام نذبح البهايم في عيد الاضحى، ما ينفعش نذبح اصلا، وان احنا غلط اصلا ناذي الحيوان دوت باي شكل، والمفروض ان احنا نفتح مكتب حقوق الحيوان في هنا عشان نحافظ على البهايم من الانقراض. ده غير اصلا ان اللحمه مضره، اللحمه اصلا بتبقى مليانه بكتيريا وحاجات، يعني حاجات بتبهدل الجسم. اسمع الصوت عم شربين الجزار كمثال، وزنه 120، طوله 190، العمر ربنا يديله طولة العمر، اخر سجل اعماله كان بيزق الارض وهو بيلعب ضغط فتسبب في زلزال 93. راجل في منتهى الصحه والرشاقه والاناقه، وكل يوم بياكل لحم، خصوصا كده بيتلذذ ان هو بيذبح الحيوانات، يعني هو بيذبحها وياكلها، مش حد بيجي يجيب له الاكل، لا هو اللي بيذبحها. وتيجي بقى واحده من اللي عندهم HIV تيجي تقول لك يا جدعان معلش الحاجات دي مضره. طب خد الراجل ده كمثال حتى، يعني الراجل ده عدى، يعني الايدز ممكن يجيله ويرجع تاني، او هو اللي بيجي الايدز اصلا. في برضه اللي هم بيحاولوا بكل الطرق ان هم يحافظوا على الغلاف الجوي، بيقعدوا يقول لك بقى ان احنا لو قعدنا نرمي مخلفاتنا في البحر السمك هيموت في 2070 وما ينفعش يا جدعان، بس برضه ما دي ارواح برضه لازم نحافظ عليها. انا عاوز اقول رايي في الموضوع ده من غير ما اتكنسل، انا هبقى اكتر واحد مبسوط لو بهيج اعلن افلاسه في 2070. انا كده بكره السمك، مش فارق معايا ما ينقرض ولا يولع بجاز، انا مالي، انا اهم حاجه اكون موجود على الكوكب، اذبح عجل اكله 100 100. في لسه انواع كتير قوي من الاغنياء انا ما اتكلمتش عنهم، لان بصراحه انا زي ما بحاول دايما ان انا اخلي فيديو مدته قصيره، مش عايز الفيديو يبقى طويل عشان اقدر منتجه، مش عشان حاجه والله. ممكن الفتره الجايه انا بما ان انا خلاص فاضي ان انا اعمل كونتنت، هركز ان انا اطول مده الفيديو. وفي النهايه انا بينت كميه في الفيديو ده مش طبيعيه لاشخاص مختلفين في المجتمع، بجد انا مش مهتم بزعلهم نهائي. تمام، انت عايز تحل مشكلتك معايا، انا موجود في حدائق القبه، تعالى وهاكلك حلقه بنت انا عايزك تقول رايك على الفيديو، ما تخشش تقول لي صباح الفل ازيك يا جيار عامل ايه الحمد لله، الكلام ده بيني وبينك بقى على الواتس يا معلم، لما تخش لي تكلمنا، لكن هنا انت شايف فيديو انا بتكلم فيه وقاطع نفسي